السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا النهارده بنتكلم على القائد الملهم. القائد الملهم هي مبادرة تعمل على الحفاظ على الإنسان المصري وتنمية الإنسان المصري من أجل اقتناعنا أو قناعتنا الشديدة أن الإنسان المصري هو فرس الرهان في معركة البقاء، هو العنصر الأساسي في والقاعدة الذهبية لصلابة الأمة، هو العنصر الأساسي لبقاء القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدولة المصرية. عشان كده هم بيحاولوا يشتغلوا على تدمير هذه الثروة البشرية القوية جدا اللي احنا بنتمتع بيها ولينا مميزات رهيبة فيها. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا بنحاول بشتى الطرق الحفاظ على هذه الثروة، ومش بس بنحافظ على الثروة، احنا بنحافظ على الثروة وبنشتغل على تنمية الثروة دي. يعني ايه؟ يعني انا عندي ما باجي اطلق مثلا مبادرة زي مبادرة القائد الملهم. القائد الملهم هي مبادرة تسلط الضوء على النماذج المتميزة في كافة المجالات، في كافة الأعمار، في كافة التخصصات. عشان نعمل إيه؟ عشان إحنا مقتنعين إن الشباب المصري متميز، يمتلك مهارات ويمتلك ثقافات ويمتلك حاجات كتير جدا، ولكن يفتقد البوصلة اللي هي توصله لتحقيق هذه الأهداف. وفي فجوة ما بين هذه القيادات والنماذج اللي بتتمتع بها مصر وبين متخذي القرار، وبين دوائر صنع القرار والدوائر التي تدير الدولة المصرية. احنا دورنا هنا ايه؟ دورنا ان احنا نلقي الضوء على هذه النماذج، نلقي الضوء على النماذج الملهمة، زي ما احنا بنقول نماذج متميزة في كل المجالات، تمتلك مهارات وثقافات وعلوم كثيرة جدا ولكن محدش شايفها. احنا دورنا بقى ان احنا هنعمل ايه. عشان كده انا يعني حابب ان انا هقولها، يعني اسمحوا لي ان انا هقولها بمنتهى الصراحة والوضوح. احنا هنشتغل على واحد، ابراز النماذج الوطنيه المشرفه في مختلف المجالات. اتنين، دعم وتعزيز ثقافه القدوه والنجاح بين الشباب والمجتمع. ثلاثة، هنشتغل على بناء قاعده بيانات للنماذج الإيجابية ذات التأثير المجتمعي. أربعة، هنشتغل على تحفيز المشاركين على المزيد من العطاء الوطني والتنموي. كمان بنقول إيه؟ إن إحنا هنشتغل على توظيف الإعلام بقى، هنشتغل على توظيف الإعلام كأداة لتمكين النماذج الناجحة وتسويقها مجتمعيا. تمام. طب هنعمل ايه كمان؟ هنحاول نشتغل على تسويقهم اعلامي، هنشتغل على التسويق الاعلامي لهذه النماذج من خلال بطاقة تعريفية توضح من هم هذه النماذج وامكانياتهم وقدراتهم وخبراتهم وكل الكلام دوت. كمان هنشتغل على ان احنا نشتغل على نشر قصص القصص الخاصه بيهم، القصص الملهمه، قصص النجاح، ودي مصر يعني زاخره بهذه النماذج. الحاجه الثانيه، هنوفر فرص لمشاركه في بعض الورش دي اللي هي نظهر فيها ورش عمل، نظهر فيها القدرات الخاصه للشباب المصري والشباب الواعي. وكمان هنشتغل على في الاخر خالص هنعمل حاجه اسمها التكريم شبه يعني ربع سنوي تقريبا لإلقاء الضوء على هذه النماذج. طيب احنا بنعمل كده ليه؟ لان احنا بنؤمن ان الثروه البشريه هي الثروه الاساسيه التي يجب على كل مصري العمل على تنميتها. يعني الثروه المصريه دي ثروه طائله كبيره جدا جدا جدا، وهي دي اللي على فكره زي ما احنا بنقول دايما الانسان المصري هو فرس الرهان. راهنت على الانسان المصري بقدراته على مر التاريخ. يعني حضرتك لو شفنا على مر التاريخ كده هنلاقي الانسان المصري فعلا هو فرس الرهان. انا عايز بعد اذن حضراتكم نحط ايدينا في ايدين بعض، الدوله تحط ايديها في ايدينا، تشوف النماذج ديت. هنعرض النماذج دي بمنتهى الامانه من خلال لجان محايده، هنختار طبقا لمعايير ومقاييس معينه وشروط معينه ونعرض. احنا مش هنقول مين يبقى فين، ولكن احنا بنقول لا، مصر مليانه. فبعد اذنكم بصوا على هذه النماذج المتميزه. تحياتي.